안녕하세요. أنا اسمي داليا عيد حواش. أنا صناعة محتوى عن الأكل الكوري أو الطبخ الكوري، ودي قناتي اسمها دالشيكدان. الصراحة أنا كان عندي قناة قبل دي كانت اسمها داليا حواش، بس للأسف لظروف قهرية اتقفلت، وتقدروا طبعا تعرفوا اتقفلت ازاي وكل التفاصيل دي عن طريق اللينك اللي هيظهر لكم فوق. بس بالنسبة لبداية صناعتي للمحتوى عامة وأول قناة فتحتها دي كانت من سنة 2020، والجديدة اللي أنا عاملاها دلوقتي دي أنا لسه بدأها السنة دي، فأتمنى تدوها كل الحب وتدعموها وإن هي تفيدكم كتير. أنا من زمان الصراحة وأنا بحب كوريا والثقافة الكورية جدا، يجي من أكتر من 14 سنة. فزي أي حد بدأت الأول بالدراما، الكيبوب، الفرايتي شوز، فالحاجات دي هي اللي عرفتني اول مره على الاكل الكوري او ثقافه الاكل الكوري، ولقيتهم ان هم بيدخلوه في كل حاجه، وقد ايه ان هم بيحترموا الثقافه دي وبيحترموا ان ازاي يدخلوا فيها حاجات مفيده. يعني كل الاكل حرفيا الكوري، حتى إن لو كان مثلا جانك فود او غيره، فهو دايما بيبقى فيه عنصر مفيد، وده يعني اكتر حاجه حببتني في ثقافه الاكل عندهم. ده غير طبعا ان زي ما هو معروف ان الاكل هو اللي بيربط الشعوب ببعضها وبيوصل لناس اكتر، فحبيت ان انا اروج للثقافه عن طريق ان انا اعمل وصفات للاكل الكوري. كوريان هوم، اعتقد ان ده المصطلح ان انا احب يكون هو اللي يوصف قناتي، لان احب ان انا قناتي تبقى هي الحاجة الهيلينج في يوم عمل طويل. الواحد راجع من الشغل عايز ياكل حاجة حلوة، بيبقى متحضر له وجبة كورية دافية، فده بالظبط اكتر حاجة انا احب ان هي تبقى قناتي بتوصلها للناس، ان انتوا تقدروا وانتوا بتتفرجوا تحسوا كأنكم فعلا في البيت وبتتفرجوا على طريقة اعداد اكل او وجبة دافية كورية، تقدروا ان انتوا تعملوها بكل سهولة في البيت. اعتقد ان اكتر حاجة شجعتني اهلي واصحابي طبعا، لان انا بدأت ان انا اعمل الاكل الكوري عامة في البيت زي اي حد. شفت الاكلات عجبتني فحاولت ان انا اجربها واعملها. بس طبعا بما ان اهلي واصدقائي جربوا الاكل ده مني فعجبهم جدا، وطبعا شكروا لي فيه كتير، قالوا لي ليه ما تعمليش تستفيدي بالموهبة بتاعتك دي. الصراحة أنا خدت الكلام في الأول عادي، بعد كده كانت البوينت اللي فصلت كل حاجة كانت وقت البانديميك أو الكورونا. طبعا كلنا كنا بنظهر مواهبنا في البيت، كله كان قاعد في البيت وبيبدع. فكانت من اكتر الكومنتس اللي اثرت فيا كانت من اخويا، هو اللي شجعني الصراحه، قال لي يعني حاولي ابدأي انك تفتحي قناه او تبقي كونتنت كرييتور عن الاكل الكوري، انتي موهوبه في حاجه زي كده فحاولي ان انتي تنميها. طبعا كتير، يعني انا مش بس عندي يوتيوب، كمان انا بنشر فيديوهاتي على منصات تانية، فبيجيلي كومنتس كتير سواء ايجابية او سلبية. بس بجد يعني من اكتر الكومنتس الايجابية او الحاجات اللي بتأثر فيا هي لما الناس تجرب وصفاتي فعلا ويدوني فيدباك، سواء بقى حلو او وحش، بس عامة الناس بتجرب الحاجة دي. وطبعا اكتر حاجة بتبسطني لما بلاقي فيدباك بناس فعلا وصفاتي والمعلومات اللي بديها ساعدتهم كتير، ان هم كانوا نفسهم ان هم يجربوا الاكل دوت، وحاجة زي كده ساعدتهم في حياتهم، فبجد انا ببقى ممتنة جدا لحاجة زي كده. يعني فعلا انا في الاول كنت بادئه القناه او المحتوى بتاعي عامه ان انا بنشر وصفات حوالين العالم او وصفات اسيويه عامه، بس لقيت ان الجمهور ذات نفسه او المتابعين بتوعي هم اللي بيودوني في الحته دي، حته الاكل الكوري، وفعلا بقى محتواي كله يعني وصفات كورية وكله أكل كوري. ده بسبب إن الناس عندها فضول جدا للثقافة الكورية، وناس كتير بتسألني على وصفات في الكومنتس. ففعلا أنا المحتوى بتاعي انتقل من ان هو كان حاجة عامة قوي لان هو تخصص في الثقافة الكورية، وبجد دي حاجة اسعدتني جدا لان هي حاجة من الحاجات اللي انا بحبها جدا. اول حاجة انا في 3 نقط او 3 خطوات انا بحرص ان انا اعملهم دايما. اول حاجة طبعا هي الكرياتيفيتي او الابداع، ان انا احاول اطلع حاجة من يعني حاجات جديدة، حاجات غريبة. ده غير طبعا ان احاول ان انا اغير الحاجات علشان تناسبني،
تاني حاجة وهو ان انا احاول احط نفسي مكان الجمهور او مكان المشاهدين بتوعي، هم نفسهم يشوفوا ايه، هم نفسهم يعرفوا اكلات ايه او وصفات ايه. يعني انا لو مكانهم فعلا ايه اكتر حاجة بتشدني، فبجد ده بيفرق جدا. تالت حاجة وهي طبعا الترند، او ان انا دايما ابقى مواكبة الحاجات الجديدة او الحاجات العصرية. يعني مثلا الناس دايما بتتشد للحاجات الترندنج، فبحب ان انا اعملها، وطبعا ان انا ابقى مختلفة فيها، اعملها بطريقتي واحاول ابسط فيها على قد ما اقدر، لان بحب ان المعلومة توصل صح لكل المتابعين بتوعي. من اكتر الحاجات اللي بستمد منها الالهام بتاعي مش بس يعني ممكن حد يفتكر ان هي برامج طبخ كورية مثلا او كده، لا يا جماعة، الموضوع ابسط من كده بكتير. لان انا بتفرج على الفرايتي شوز اولا عامة، مش لازم حاجة محددة او مش لازم تكون حاجة ليها علاقة بالطبخ والدراما. انا دايما لما بشوف اكله بتعجبني في اي حاجه من الحاجات دي، بخش اعمل سيرش عليها، بعرف عنها اكتر عن اصلها، اذا كنت هعرف اعملها او لا، المكونات بتاعتها موجوده ولا لا، ممكن اعمل بدايل، ممكن مثلا استخدم حاجات عندي، بس طبعا بحاول اقربها كل القرب للطريقه الاصليه. و يعني بيبقى قليل قوي لما بحاول اغير في المكونات، ده لو حاجه مستحيل ان انا الاقيها هنا. انا بحاول دايما ان انا ادخل محتوى الطبخ، او ان انا ادخل الطبخ في اي فيديو انا بعمله، حتى لو ملوش اي علاقة بالمحتوى بتاعي، لان طبعا دي الحاجة الاساسية بتاعتي، ودي اللي انا اتشهرت بيها، وهو ده المحتوى بتاعي واللي بحبه واللي بحب اقدمه. فحتى لو كانت الحاجة ملهاش علاقة خالص بالاكل، بحاول ابدع فيها ان انا اخليها ليها علاقة بالاكل. من الحاجات اللي نفسي اعملها الصراحة ان اعمل سلسلة لتعريف المكونات الكورية او الاسيوية، او مكونات الطبخ اللي بتستخدم في الاكلات الكورية. لان زي ما انتم عارفين انا من بلد اجنبية، او مثلا انا من مصر، فمش كل الناس هنا تعرف ايه هي المكونات دي، او تعرف بتستخدم ازاي، او يجيبوها منين. فانا احب جدا ان انا اعمل سلسلة زي دي، امسك مكون في كل فيديو اشرحه، واعرف يعني اعرف الناس التفاصيل بتاعته، يجيبوه منين، بيستخدم ازاي، وبيتحط في اكلات ايه مثلا كورية. فبجد اعتقد ان دي حاجة هتفيد المتابعين جدا، وتعرفهم اكتر كمان على الثقافة الكورية. ان الاكل الكوري اللي انتوا بتشوفوه في الدراما او في البرامج التلفزيونيه او في التلفزيون عامه، ده انتوا ممكن تعيشوا التجربه الكوريه او الثقافه الكوريه عن طريق ان انتوا تعملوه في البيت بكل سهوله. واتمنى ان انا دايما افيدكم واجيب لكم الوصفات اللي انتوا عايزينها، واشرحها لكم بكل سهوله وبساطه، بحيث ان انتوا تقدروا تعملوها في البيت. علشان طبعا كان نفسي ان انا زمان برضو حد يعلمني الوصفات دي، وانا كنت فعلا نفسي اعرف الحاجات دي زمان. فزي ما انا كنت عايزه اعرفها زمان، اتمنى ان انتوا تعرفوها مني دلوقتي، واتمنى ان انا ابقى دايما مفيده واقدم لكم كل حاجه كويسه، وان المحتوى بتاعي طبعا يعجبكم دايما.